على سيد النصر أينما كان، السيد الذي قاد مقاومة حررت وطنا وشعبا وحققت انتصارا تاريخيا. فهذه المناسبة تشبهه بعظمتها، فألف تحية له ولمسيرته ولأبنائه من رحل منهم ومن بقي ليكمل الطريق حتى التحرير الثالث والنصر الموعود. وفي تغطيتنا الخاصة لعيد المقاومة والتحرير نناقش أهمية هذه المناسبة وربطها بالواقع الحالي مع الكاتب والباحث السياسي دكتور وسام نصيف ياسين. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبالمستمعين والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. بداية لأنه دايما صار في حتى خلاف عيد المقاومة والتحرير أو عيد التحرير. بدي أحكي عن العلاقة بين المقاومة والتحرير ببساطة. ما في خلاف، في انحراف. انه اصل شو في تحرير ولا مقاومة يعني، وهو اسمه عيد المقاومة والتحرير. نعم. يعني من قرر التخلي عن كلمة مقاومة حتما سيلقى الاحتلال. باعتبار انه ما في تحرير من دون مقاومة. وهي هون واضح انه اللي تخلوا عن كلمة مقاومة عم بيروحوا يفاوضوا بدون اوراق قوة، والاحتلال موجود وما قادرين يعملوا شيء. وواضح انه اللي قادر يعمل شيء مع الاحتلال هو المقاوم. طيب كمان نقطة حاولت يعني أثارت الجدل بهيدي المرحلة، انه عيد مقاومة وتحرير بوقت الجنوب حاليا محتل، وكأنه المناسبة فقدت قيمتها، فقدت معناها. كمان كيف ممكن يفسر أهمية هيدا العيد بظل الواقع الحالي؟ مثل ما كان يفسر أهمية الاحتفال بعيد الاستقلال ولبنان كان محتل. نعم. نفس الشيء، ما له علاقة. يعني هي المسألة إحياء ذكرى، إحياء ذكرى الاحتلال بس يعني اللي كان عم بيصير، عفوا إحياء ذكرى الاستقلال من الاحتلال الفرنسي. كان عم بيصير وكان في احتلال إسرائيلي. بس بالنسبة لفكرة المقاومة، هي دايما تجي للتصويب على المقاومة خاصة بهيدي الأيام اللي لها علاقة أنه المقاومة تحديدا أنه بمعنى فقدت أهميتها أو بتتخذ بهيدا السياق. كيف ممكن ينرد على إعادة تصويب المفاهيم أو أهمية وجود المقاومة ببلد مثل لبنان تحديدا؟ أول شيء لو المقاومة فقدت أهميتها كان وقت اللي الدولة اللبنانية العظيمة وقت اللي سحبت جيشها من مواجهة الإسرائيلي. كان الإسرائيلي صار ببيروت، وبالتالي اللي وقف الإسرائيلي من أنه يصير ببيروت مثل 82 ب3 أيام 4 أيام ويخليه قاتل 45 يوم ما يحسم معركة بحجم بنت جبال اللي بتبعد 3 كيلو عن الحدود، هي المقاومة اللي فقدت أهميتها. مثل ما عم بقول. وهي نقطة الثانية. شو الخيار الثاني؟ الخيار الثاني الدولة. شفنا الدولة ب15 شهر سقط 500 شهيد وتدمر 85% من المنازل اللي دمرت بحمى الدولة بال15 شهر. والأسرى ما عرفنا عنهم ولا خبر، حتى مش ولا تحرير ولا خبر بال15 شهر. والإسرائيلي منع إعادة الإعمار، والإسرائيلي منع عودة السكان حتى من دون إعادة إعمار. هذا الخيار الثاني، هذا الخيار اللي بدهم يعطونا إياه. والإسرائيلي كان ب5 نقاط صار ب15 أو ب18 نقطة ب15 شهر. هذا خيار أكيد ما راح يعجبنا. بيبقى أنه والله المقاومة كلفتها أعلى. شيء طبيعي، المقاومة كلفتها أعلى. دايما الرياحة كلفتها أقل بالمعنى التكتيكي، بس بالمعنى الاستراتيجي كلفتها أعلى. طيب كمان ربطا قبل طبعا ما نجي للواقع الحالي والامور لوين رايحه، ربطا بفكره انه سيد نصر الله بال2000 اعتبر انه الانتصار والتحرير هو اسس لمرحله جديده ودخل لبنان وحتى المنطقه بعصر المقاومه. حاليا نحن بعدنا بعصر المقاومه عم نرجع نعيد المفهوم اللي تكرس ب 25 ايار 2000 بعد مرحلة نوعا ما من تقدم الإسرائيلي نتيجة للحرب يعني الحرب الماضية بلبنان واللي بلشت ب7 أكتوبر بغزة. نحن طالما في حدا عم بيقاوم وبيقاتل عن أهله وعرضه وأهله وشرفه، نحن بنضلنا بمرحلة المقاومة ورح نبقى بمرحلة المقاومة اللي قدمته ما حدا مقدمه للبنان. المقاومة مش بس للبنان، للمنطقة. المقاومة اللي قدمته بال2000 تحديدا مثل اليوم
كان أول تحرير لأرض عربية منذ تأسيس هذا الكيان إلى الحدود فعليا ب52 سنة دون قيد أو شرط أو اتفاقية أمنية أو ترتيبات أمنية أو اتفاقية سلام. وخرج الإسرائيلي ذليلا لأول مرة من أرض عربية بتاريخه. وبالتالي لو لم يكن للمقاومة سوى هذا الإنجاز حق تمجد على مر التاريخ. بس المقاومة ما اكتفت هون. المقاومة ردت العدوان قبل التحرير ب93 وب96 وبعد التحرير ب2006 وب2024 وب2026. والمقاومة قاتلت بكل هذه المراحل اللي كانت الدولة مش عم تقاتل فيها. والمقاومة حققت ردع لم تحققه الدولة ولا أي دولة عربية حتى من 48 لهلأ 17 سنة من 2006 ل 2023. هو 17 سنة من الأمن والاستقرار والهدوء اللي نعم فيهم لبنان كان بفضل معادلة الردع التي أرستها المقاومة. طيب شو اللي صار؟ شو اللي اختلف بين وقتها وبين هلأ؟ اللي اختلف شغلة وحدة، إنه المقاومة تعرضت لضربة، وبالتالي منقول المقاومة مش عاد يمشي حالها والله لا، منروح منرمم مطرح الضربة اللي تعرضت لها المقاومة ومنرجع منحقق ردع أو منحقق رد للعدوان أو منحقق تحرير من أول وجديد. طبيعي يعني. طيب البعض بيوصف إنه الإنجاز اللي حققته المقاومة بال2000 يعني فقدته. إذا أنا بدي أسأل السؤال كيف يعني فقدته؟ فقدته باعتبار إنه هلأ لبنان محتل. إيه إذا لبنان صار محتل بيكون فقدت إنجازها إذا أنا بدي أسأل السؤال بطريقة تانية، كيف المقاومة فيها تحافظ على إنجاز 2000؟ هو السؤال كيف فيهم اللبنانيين يحافظوا على المقاومة اللي قدمت لهم إنجاز 2000 واللي ردت العدوان عنهم بال2006 واللي وقت اللي الدولة الجبانة سحبت جيشها من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عادت طلعت هاي المقاومة ووقفت على حواجز الجيش وتحولت على المحكمة العسكرية واللي كمل منهم للشباب رد العدوان. هذا السؤال. طيب ما هو بمطرح معين يعني الضخ الإعلامي كتير كبير والمفاهيم صارت مشوهة بمطرح معين بظل وقت بيئة المقاومة عم تتعرض لضغط كبير، ورح نخلص ثالث شهر من العدوان الأخير واللي بعده مستمر على لبنان وكل منه عم بيزيد. هيدا الكلام قديش ممكن يأثر ببيئة المقاومة؟ والله اللي عم بيشوف أهل المقاومة كيف عم يتعاطوا وكيف عم بيقدموا شهداء وشاب واثنين وثلاثة وأربعة من نفس البيت وعم بيقولوا كملوا نحن مكملين معاكم، بيعرف انه مش مأثر معاهم هذا الموضوع، بس بيعرف تماما قديه عم يتراكم حجم خليني اقول هيك يعني لطف العبارة الغضب من الدولة اللبنانية اللي مش بس مش عم تعمل شيء إذا دمهم وبيوتهم إلا وعم ساهم بالأزمة عليهم. يعني مثلا بيوصل عشرات ملايين الدولارات على اسمهم لوزارة الشؤون الاجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية مقفل الباب. يعني الدولة عم تكون شريكة العدوان على أهل المقاومة، وأكيد كل الشعوب بترجع بتحاسب بعدين. طيب لندخل لكن حكينا عن موضوع أداء الدولة. امبارح خطاب الشيخ نعيم قاسم بذكرى بعيد المقاومة والتحرير بيقول يعني لاحظنا نحن من بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان كان في كلام نوعا ما دبلوماسي مع السلطة أو عم يعطيها فرصة لتتراجع. امبارح كان الخطاب ناحية السلطة اللبنانية عالي السقف لدرجة انه دعا الناس لتنزل على الشارع بحال بمعنى قربوا صوب القرض الحسد وأخذوا إجراءات يعني من بوابة تانية غير بوابة التفاوض المباشر مع إسرائيل. كان امبارح خطاب نصر، خطاب الشيخ نعيم قاسم، وما ننتقل من مرحلة صرنا على نهاية الحرب الحالية القطف نتيجة ويصير في توجه للداخل اللبناني بحال صار في إجراءات داخلية بوجه المقاومة. هيك يفسر هيدا الخطاب؟ هذا خطاب الثقة بالميدان، الثبات بالميدان والثقة بإيران، واثنيناتهم لهم أسبابهم. واضح امبارح الإسرائيلي عم بيناقش للفجر كان بالجلسة إنه شو بده يعمل بالميدان، مش قادر يعمل شيء، لدرجة إنه سموتريتش نقل عنه بالإعلام الإسرائيلي وحتى في إعلام لبناني نقلها إنه اقترح إنه مقابل كل درون يدمروا 10 بنايات ببيروت. إيال زمير رئيس الأركان اقترح إنه ما رح نقدر نرد هذا الموضوع
إلا وقت اللي مندمر مباني ببيروت وبصور. تخيلي الجيش الإسرائيلي أهم جيش بالشرق الأوسط يقف عاجزا أمام الدرونات اللي البعض بلبنان بيسخفها، صح؟ مش بيسخفوها إنه شو بدها تعمل؟ هي هلأ عم تعمل ما كان يفعله صليات الصواريخ على تل أبيب وعلى حيفا. الإسرائيلي كان عم يضرب ببيروت، أو كان في معادلة ضاحية حيفا بيروت تل أبيب. هلأ في معادلة درون بيروت ودرون صور. هذا بفرجي قد الإسرائيلي موجوع، وبفرجي قديش في عنا هون عالم أو عمياء أو تتعامى عن الواقع اللي هو بصالحها. طب هيدي المعادلة لقت صدى داخل الكيان ولا؟ هلأ لا، لأنه بيعرفوا كمان أنه آخر شيء إذا بده يوسع هالقد بلبنان كمان رح يدفع ثمن زيادة. إسرائيلي بمأزق حقيقي هلأ بهذا. هيدي النقطة اللي كنت بدي رح باتجاهها. كيف مبين المأزق الإسرائيلي؟ كيف فينا نشوفه بال2024 بكل الحرب الإسرائيلي أعلن عن 100 إصابة. هلأ لحد الأسبوع الماضي الإسرائيلي أعلن عن 1700 إصابة تقريبا. مع فارق إنه هول مش قادر يهرب منهم، مصورين. الإسرائيلي امبارح عم بقول قتل 2. كل أيمتى كنا نسمع إنه الإسرائيلي يعني صحيح. طبعا هول 2 وال1700 هو ما سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشره. مش معناته هو كل شيء، بس لما بينضغط الإسرائيلي هالقد، ولما الإسرائيلي بيوقف عاجز بالميدان، وبيوقف عاجز بمجلس الوزراء، وبيوقف عاجز قدام شعبه انه ما قادر اعملكم شيء بالشمال. لبل اكثر من هيك عم بيقولوا انه هي كل ما طال الخيط تبعها او السلك تبعها كل ما صار حزب الله قادر يفوت اكثر على واهميتها انه مثلا كانت المقاومه تضرب صواريخ. إسرائيلي عنده مقدرة على تتبع من وين طلع الصاروخ دغري ويجي يعمل إغارة ويدم. هلأ ما بيقدر يعرف من وين طلعت عفوا من وين طلعت الدرون. مع فارق إنه الدرون عم توقع خسائر أكتر من الصواريخ. طيب إذا أن إسرائيل بوضع الحالي مأزومة حاليا، وأساسا موضوع المسيرات الانقضاضية لحزب الله واضح أنه في عجز بالتعامل معه. إذا إسرائيل وضعها هيك قديش قادرة بعد تعطل أي اتفاق ممكن يشمل لبنان؟ الإسرائيلي هون في بتتداخل الحسابات الشخصية مع الحسابات السياسية. نتنياهو أي توقف للحرب بلبنان يعتبر خسارة له، لأنه فعليا بيكون أخذ فرصة بال2024 وأخذ فرصة بال2026 واثنيناتهم فشل فيهم. بتكون أقفلت الحرب حتى لو كان بعده بالأراضي اللبنانية، أقفلت الحرب على يد مقاومة عليا. يعني بيكون آخر مشاهد شافوها الدرونات، آخر مشاهد على الأرض شافوها العبوات مثل اللي انفجرت بالبياضة. هذه في حل من اثنين: إما أنها وضعت بعد الدخول الإسرائيلي وهذا إنجاز للمقاومة، إما أنها وضعت قبل الدخول الإسرائيلي العبوة. هذا سوبر إنجاز للمقاومة. لأنه معناتها المقاومة قادرة على أنه تقرأ العقل الإسرائيلي كيف بيشتغل بالتكتيك العسكري، ومن وين بيفكر إذا بده يفوت ممكن يفوت، ورايح زارع عبوات على هذا الأساس. 3 اللي المقاومة اللي بيفوت وبيخترق وبيقتل ضابط وجه لوجه وبيرجع سالما. هذا مشهد من المشاهد اللي عم بيشوفها الإسرائيلي بنهاية وقف إطلاق النار اللي هلأ موجود. تقولي هذا بمصلحته؟ حتما مش بمصلحته. فلا بالمعنى الشخصي بمصلحته لنتنياهو، ولا بالمعنى السياسي والعسكري بمصلحته. بس بالمقابل شو الخيار الآخر؟ الأثبت في الميدان هم أهل الأرض. صارنا 40 سنة بنجرب هذا الموضوع. بال93 كان في نزال والمقاومة انتصرت، بال96 نفس الشيء، بال2006 نفس الشيء، بال2017 بالسلسلة نفس الشيء، بال2022 وقت اللي فرضت المقاومة تحرير المساحات البحرية نفس الشيء، بال2024 بالوقت اللي المقاومة انقتلت قياداتها وانضربت قدراتها واخترقت أمنيا وانضربت قوة الرضوان عندها 66 يوم الإسرائيلي ما قدر يحسم المعركة. كيف هلأ المقاومة مبلشة من الأول غير فعلا. طيب لنكون كمان واقعيين، إسرائيل بالنسبة إلى حرب وجود، الحرب الحالية وبالنهاية ل3 سنين مش بآخر لحظة حترجع تنسف
إنجازات هي اعتبرت أنها عملتها خلالها 3 سنين بهيدي اللحظة. المقاومة قدام حرب من هالنوع، حرب وجودية إسرائيلية أو إسرائيل تعتبرها هيك، بحرب الاستنزاف قادرة توصل لنتيجة تخلي إسرائيل تنسحب من لبنان؟ في فارق بالاستنزاف هلأ. كيف؟ إذا اللي البعض عم بيقارن إنه هذا الاستنزاف إنه بدكم تبنوا مثل ما من 82 لل 2000 لحررته 18 سنة، طبعا مش هيك المسألة. كيف؟ لأنه قدرات المقاومة اختلفت. إسرائيل هي من أسبوعين 3 مش قادر يضل، وبوقتها كان الإسرائيلي بهديك الفترة كان الإسرائيلي عنده مواقع واستحكامات، وكان المقاومة ما عندها الأسلحة اللي كانت موجودة. هلأ كان الإسرائيلي عنده جيش لحد بدافع فيه قبل، هلأ ما في جيش لحد. كانت المقاومة ما عندها نفس هذه المراكمة بالخبرة، هلأ عندها إياها. كانت المقاومة مش محققة انتصار تقدر تستند عليه حتى بالمعنى المعنوي. يعني بهوت 18 سنة اللي كانوا قبل كان دايما ينقال انه انتم شو رح يطلع من امركم؟ ما الجيش المصري بظهروا الجيش السوري، بظهروا الجيش الاردني، بظهروا كلهم جامعة الدول العربية، بظهروا الاتحاد السوفيتي بوقتها تدريبا وتسليحا وخسروا قدام اسرائيل لحالها. مزبوط. بس بال2000 المقاومة ما كان بظهرها غير الله وإيران وسوريا، وربحت المقاومة. وما في مجال أصلا للمقارنة بوقتها بين سلاح المقاومة وبين سلاح الإسرائيلي. مثل ما هلأ ما في مجال للمقارنة، ولكن ما راكمته بالمعنى المعنوي والتكتيكي وبمعنى الخبرات وبمعنى التأقلم مع الأوضاع الجديدة بيسمح لها للمقاومة أنه ما يكون الوقت هو 18 سنة أكيد. طيب بهالحالة الواقع، يعني واقع إذا نقيس بعد 26 سنة واقع المقاومة أفضل، خاصة ما فينا نفصلها عن نتيجة الحرب الماضية، أم واقع إسرائيل أفضل؟ كمان ما فينا نفصل عن الحاجز اللي كسرته إسرائيل بطبيعة عدوانيتها. صار كل شيء مباح قدامها بالدعم الكبير اللي قدرت يعني شرعوا كل شيء عم تقدر تعمله لتحمي نفسها من 7 أكتوبر لهلأ، رغم الموقف بعض المواقف دول غربية من إسرائيل نتنياهو. بس بمطرح معين في حواجز كسرتها إسرائيل صار مباح قدامها أي شيء، وبالمقابل المقاومة طالعة من نتيجة حرب بدنا نقول غير حساباتها، يعني رايحة بمطرح معين كانت طالعة باتجاه قوة إقليمية. نتيجة الحرب الماضية رجعتها على الأقل خطوة لورا مقارنة بواقعية بوضع المقاومة الحالي ووضع إسرائيل الحالي. مين الأمور يعني مين الواقع لمصلحته أكتر أو مين أفضل؟ خليني أجي أوصف لحتى لما أكون عم بحكي أهواء يعني. نعم. حضرتك طرحت سؤال كتير مهم له علاقة بإسرائيل من ميلي وبالمقاومة من ميلي. أنا رح جاوب من ميلة إسرائيل إقليميا شو ولبنانيا شو ومن ميلة المقاومة. من ميلة إسرائيل اللي بيشوف واقعها هلأ فتحت 4 حروب ما نجحت بأنها تحسم ولو هدف واحد بحرب منه. قالت بغزة بدها تحرر الأسرى، ما حررتهم، بادلت عليهم بناس كانت قايلة ما بيحلموا يشوفوا الضوء لأنه عليه 500 سنة و400 سنة وهودي جماعة المؤبدات. 2 قالت أنه بدها تقضي على حماس، فاوضت حماس لطلعت الأسرى. 3 قالت أنه اليوم التالي لن يكون هناك حماس. مين في هلأ بغزة؟ حماس، صح؟ هي أول واحدة. 2 على صعيد لبنان وقت اللي أقرت عملية سهام الشمال يعني حرب 2024 الإسرائيلي قال بوقتها أنه هدف هي العملية إعادة سكان الشمال إلى الشمال. وينهم سكان الشمال؟ 3 بالجبهة اليمنية الإسرائيلي فات بحرب مع اليمنيين ليوقف المسيرات والصواريخ ولا يفتح باب المندب، لا قدر يوقف المسيرات والصواريخ ولا قدر يفتح باب المندب، وفات الأمريكي معه وما قدر يوقفهم أو يفتح باب المندب. 4 أمريكا وإسرائيل القوتان النوويتان، وإسرائيل بظهرها كانت الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية بالعالم. فاتوا ب3 أهداف على حرب إيران: إسقاط النظام، أنتجوا نظام متشدد أكثر من النظام اللي قبل. 2 ضرب النووي، مش إذا ضربوا النووي عشو عم بفاوضوا هلأ، عشو عم بيقولوا أنتوا عم بفاوضوا. 3 ضرب البالستي، كلنا بنعرف إيران هلأ امبارح عم تقول لهم يا هيك شروطي يا بلا،
اللي مش معتمد على صواريخ بالستية ومسيرات بيكون بيفاوض بهي الطريقة؟ أكيد لا. فإذا 4 جبهات إسرائيل ما قدرت تحسم ولا وحدة منهم، بيناتهم جبهة غزة اللي هي كانت الأضعف والأصغر والمحاصرة، واللي قتلوا فيها 70,000 شهيد و170,000 جريح ومفقود. صح؟ هي وحدة. 2 إسرائيل هي اللي بحرب 56 بالعدوان الثلاثي وال67 وال73 كلهم كانت تربح على جيوش عربية مجتمعة، ما قدرت تحسم معركة بحجم غزة لحالها. وإسرائيل اللي كانت تنقل المعركة لأرض العدو صارت المعركة بتل أبيب. وإسرائيل أول مرة بتاريخها تحاصر، وإسرائيل أول مرة بتاريخها تعاني من أزمة تجنيد. هو كلهم وقائع. إذا في شيء هلأ باللي أنا قلته مش صحيح أو الإسرائيلي مش حاطه كهدف وأنا عم سلي المشاهدين أو المستمعين إلي، هذا بالمعنى الإقليمي. بالمعنى اللبناني الأضيق يعني، إسرائيل نفذت عملية بال2024 قتلت فيها القيادات وضربت فيها القدرات. قيادات كلها راحت ب10 أيام، قدرات كلها راحت بأول يومين أو معظمها، وقضت على قوة الرضوان قبل الحرب قيادة وجزء من عديدها وخططها. صح؟ قبل الحرب. وعملت خرق أمني كانت بموجب وقادرة تخرق الاتصالات، وضربت شباب بالبيجر واللاسلكي قبل الحرب. عملت كل هول و66 يوم ما قدرت تحسم معركة، واللي طلب وقف إطلاق النار هو الإسرائيلي وليس المقاوم. كمان إذا هذا اللي عم قوله مش صحيح حدا يطلع يقول لي مش صحيح. 3 هذا بعدنا بالموضوع الإسرائيلي بالمعنى الإقليمي وبالمعنى اللبناني. طبعا ما في داعي نذكر أنه هلأ الإسرائيلي مش قادر يحسم المعركة. بالنسبة للمقاومة، المقاومة ما أنجزته ب15 شهر من التدريب والتسليح والتعافي كان أهم بالنتائج مما أنجزته ب17 سنة من التدريب والتسليح. بدليل أنه عم بعطيكي مثل صغير، اعترف الإسرائيلي ب100 إصابة بال2024، اعترف لهلأ بحدود 1700 إصابة بال2026. شو كان عندها بال2024؟ كان المقاومة معها 17 سنة تجهز، صار اللي صار. بينما هلأ كان معها 15 شهر تجهز ومحاصرة وما في سوريا، وليك اللي عم بيصير. كذلك الأمر إذا هذا الشيء اللي عم أقوله أنا مش صحيح حدا يطلع يقول لي مش صحيح. طيب إذا بدنا نحكي واقع حاليا، حكيت إسرائيل وين والمقاومة وين؟ المقاومة كانت ناطرة فرصة لتغير واقع 15 شهر ما بيشبه مسيرتها أبدا ولا واقع أهل الجنوب تحديدا بمقاومتهم للاحتلال. اختارت توقيت مناسب ولحظة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. المقاومة بعد تقريبا 3 أشهر وبعد حاليا ما معروف أيمتى بتوقف الحرب، أو بالأحرى أمتى بيتم الاتفاق اللي ممكن يكون تدريجي لنهاية الحرب ويوصل لشروط المقاومة حطتها. كانت حاسبة المقاومة حسابات دقيقة حول مدة الحرب والعوائق وأداء السلطة السياسية. يعني هيدي الحسابات كانت موجودة عندها لما قررت تحدد التوقيت أو ساعة الصفر لدخولها بهيدي الحرب. 3 أشياء، عم تحكي عن العوائق، عم تحكي عن السلطة، وعم تحكي عن المدة. أول شيء العوائق، الدليل هو الميدان. يعني خلال 15 شهر والعوائق ابتكرت المقاومة سلاح جديد ما كان موجود بالحرب الماضية. نعم. هو صاروا بال15 شهر صح؟ نعم. هو ما شفناهم بالحرب الماضية. معناتها العوائق لا تعيق المقاومة. وإشارة صغيرة كمان، غزة وضعها أصعب من لبنان. غزة بحر، مصر وإسرائيل. بغزة في كورنت كان، معناتها هذا الموضوع منه عائق قدام المقاومة. 2 السلطة، ولا مرة قاتلت المقاومة كانت السلطة معها، بس ولا مرة كانت هالآن. ما في مشكلة. بس انه بالمبدأ ولا مرة قاتلت وكانت السلطة معها. هلا هالقد ما حضرتك كفيتيني شر هذا الموضوع، يعني انه لك قديش هي السلطة، انا رايحة تفاوض مباشر. بس ما في مشكلة هون. ما تروح للي بدها اياه، كلها هي تشيكات بدون رصيد. هي تشيكات بتشبه البنوك اللي ادارتها هي السلطة واللي رخصتها هي السلطة وسرقت العالم، وراء ممضية على الفاضي. بتقولي لي كيف تتعاطى المقاومة؟ واضح مثل ما عم تتعاطى ب5 و7 آب، حصرية السلاح وورقة براك.
تعاطت معه المقاومة وكأن شيئا لم يكن وما صار شيء. ب5 أيلول وقت اللي جربت السلطة تروح بطريقة مختلفة وصلها رسالة مختلفة. ليه ما راح تنفذت ب5 أيلول؟ لأنه اللعب اللي تركتهم المقاومة يلعبوه ب5 و7 آب، بس صار بده يصير جد. فرجتهم بلحظة الجد شو ممكن تعمل. ليه ما تنفذ قرار 5 أيلول؟ منيح المستمع أو المشاهد هيك يقعد بينه وبين حاله ويفكر بالموضوع. هذا على صعيد السلطة. على صعيد المدة قبل لا نكمل موضوع السلطة بس حاليا الواقع مختلف، في إجراءات متخلف مش مختلف. نعم نعم، في إجراءات رايحة يعني البلد باتجاه اتفاق مع إسرائيل. مين بده يتفق؟ الدولة فيها توقف الحرب، يعني بمعنى أداء الدولة فيها ترد العدوان، يعني أداء المقاومة السابق بمعنى أنه يعتبروها كأنها مش موجودة. بينفع هلا إذا راحت باتفاق مع إسرائيل السلطة اللبنانية؟ ولا لازم تاخذ إجراءات ثانية؟ أنا مش معني إني جاوب عن المقاومة، بس أنا عم بحكي بالمفاعيل وبالنتائج تقديريا. بالنتائج وبالمفاعيل. طالما كل اللي بدها تمضي الدولة ما له شيء على الأرض، تمضي اللي بدها إياه مثل ما مضت 5 آب و7 آب مثل قلتوا يعني. وحتى هي الدولة مقتنعة بينها وبين حالها إنه بعيدا عن مسار إسلام أباد ما فين يعملوا شيء. حتى وقت اللي وقت وقف إطلاق النار المزعوم اللي الصديق ترامب اللي دق هلأ لكل زعماء المنطقة وما دق لصديقه المعني بشكل أساسي بالحرب. بوقتها وقت اللي دق لهم الصديق ترامب كان قبل ما يدق الصديق ترامب كان قليباف حاكي مع دولة الرئيس نبيه بري ومبلغوا قبل بساعات انه رح توقف هالمسألة. طبعا ما وقفت نتيجة عدم التزام الصديق بإلزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. هذا مش بتتحمل مسؤوليته إيران. نعم. إنه إيران ضغطت إنها توقف وأنتم عندكم أصدقاء بمونوا على المعتدي. شرفوا فعلوا صداقاتكم. طيب فإذا باختصار كل ما يمكن أن تقوم به السلطة تشيك بلا رصيد، ووقت اللي تشيك ممكن يكون في رصيد لينصرف أكيد رح يكون في حكي تاني مثل وقت 5 أيلول في حكي تاني. نعم. بالنسبة للمدة تقديري المقاومة بما نعرفه عنها من تخطيط وحسابات و إلى آخره ما بتفوت بمعركة مش معتبرة بدها تدوم بشكل طويل. لسيما وأنه لهلأ معركة غزة فعليا ما خلصت. وبالتالي المقاومة أكيد مجهزة حالها لفترة كتير طويلة. وبعطيكي مثل الميدان من امبارح لليوم كمية الدرونات اللي صارت نازلة، يعني لو عم بيصنعوا يوميا منهم لازم يخافوا. المقاومة لازم تخاف انه يخلصوا. نعم. واضح انها مجهزة حالها لفترة طويلة. ماشي، يعني احنا الاتفاق اللي انحكى انه على مشارف انه يتم على اساس اليوم. تقديري لهلأ ما رح يتم لانه ليش؟ الايراني رابط نحن العقد. طيب الإيراني هلأ فعليا هو ذراع لبنان بالمنطقة مش نعم. العكس يعني. نعم. إيران هي ورقة التفاوض اللي عم بفاوض فيها لبنان بلا ما يحس. لأنه إيران قالت إذا ما كان في وقف جدي لإطلاق النار في لبنان نحن ما رح نروح على الاتفاق. طيب إذا الأمريكي بده اتفاق ما قادر يجبر إسرائيل على أن تلتزم بالاتفاق؟ بلى. وليه الإيراني بعده الأمريكي بعده عم بيناور إنه هل الإيراني بيقبل إنه نخلي حرية الحركة؟ الإيراني عم بيقول له لا. طيب بكل بساطة يعني هالقد سهلة المسألة. إذا واصل الأمور لهيدي الدرجة يعني إحنا المفروض نكون على أبواب اتفاق. إذا الأمريكي بده يعمل اتفاق. طيب حاليا الاتفاق لصالح مين؟ بوقف إطلاق النار حتما لصالحنا نحن. لصالح يعني أي أحسن نحن نكون الإسرائيلي عم يستبيح وعم يقتل كل يوم والله ينحقن دم الناس. كفكرة أهمية الوصول لاتفاق بغض النظر شو كان الاتفاق أهميته يعني مين هلأ عم يركض بده اتفاق بده يخلص من هيدي الحرب؟ الأمريكي. طيب ماشي. لأنه بكل بساطة لأنه الإيراني حط شروط ومش عم يتزحزح عنها. اللي عم يرجع يحركش بالموضوع هو الأمريكي. يعني اللي بده الاتفاق هو مش معناتها الإيراني ما بده الاتفاق بس اللي محروق هو الأمريكي. طيب إذا بدنا نفند الأمور بطريقة تفصيلية كان أول مرة بيعلنوا عن اتفاق من الجهة أو أجواء إيجابية من الجهة الباكستانية الجهة
المفاوضي او الوسيط، بس وسيط بيميل يمكن بمطرح معين لايران، او في خلفه الصين حسب بعض التوصيفات. لهلا وسيط. نعم لهلا الوسيط. نعم. لأن الأمريكي ما في حدا يلزمه بشيء إذا ما بده. نعم أكيد. بشيع أجواء إيجابية بهيدي بهالمرحلة، وعلى أساس إنه اليوم يطلع ترامب ويعلن، بمعنى شو الأمور المستعصية كتير، يعني شو الأمور اللي مخلي الإيراني يراهن إنه ممكن إيران تتخلى عن لبنان إذا العقدة الأساسية أو من العقد الأساسية لبنان لإبرام اتفاق أو تمهيد ليبلشوا بمفاوضات. هو واضح عنده إنه إيران ما رح تتخلى عن لبنان. بس هو كان عم بيناور الأمريكي تقديري إنه يضل حافظ لإسرائيل حق إنه هي تطلع تضرب بس بدها، اللي بيسموها هني حرية الحركة. نعم. هو يعني إذا صار في حرية حركة وقصف بطل وقف إطلاق نار. صحيح. يعني ما يستسخفوا عقلنا. 15 شهر. 100%. هو عم بيراهن الأمريكي إنه بركي الإيراني بيتخلى عن هالورقة، لأنه الأمريكي بيتعاطى عادة مع حلفائه هيك. يعني مثل ما تعاطى مع الفيتناميين، مثل ما تعاطى مع العملاء اللي له كانوا بأفغانستان، هول كانوا عم يتعلقوا بدواليب طيارته وأخذ كلابه وتركهم إلهم، مثل ما تعاطى مع الكراد 10 سنين وبيعهم بأسبوع. مفكر إنه الإيراني بيتعاطى مع حلفائه هيك. واضح لهلا انه الايراني ما بيتعاطى مع حلفاء. ما اصلا لو الايراني بهالعقليه ما كان لا بيمول ولا بيسلح ولا بيدرب هود الجماعه. يعني شو نايبوا مننا الايراني؟ نايبوا مننا خساره ماليه وخساره تسليحيه، ونايبوا مننا عقوبات وحصار. يعني احنا شو مقدمين له لايران؟ انه غزه شو مقدمه لايران؟ انه محور بكل طرف لها المحور عم يعني بيقولوا قضي وظيفته او عنده دوره. شو وظيفته؟ نحن مزبوط، نحن عم نأدي وظيفتنا، ندافع عن ارضنا. فلسطيني عم بيأدي وظيفته يدافع عن ارضه وعن عرضه وعن شعبه. مزبوط. كل واحد عم بيأدي وظيفته تجاه وطنه بس مش تجاه ايران. ولا تواجه المشروع الامريكي، ما بالنهايه لوحدك يكون ما فيك تواجهه. طبيعي يكون عندك حلفاء اذا بدنا ناخذها بهيدا التوصيف. يعني نحن شو قد ايه رقمنا نحن بالاتجاه امريكا؟ يعني نحن كلبنان او فلسطين او غزه، يعني شو بيقدروا يعملوا مع امريكا اذا امريكا بدها تعمل شيء بالمنطقه؟ شو وزننا؟ شو رقمنا نحن؟ نحن اكثر من انه ندافع عن ارضنا مش معنيين بولا محور. بس بفتره من الفترات حزب الله كان المحور كحركه مقاومه. شو المشكله؟ كان المحور يعني من شو يعني من انه حزب الله انه شو يعني انه حزب الله راح ساعد حركه مقاومه بالعراق ضد الاحتلال الامريكي؟ هذا شيء بشرفه. انه راح ساعد بال 2003 وبال 2014 انه راح ساعد العراقيين ضد حركه تكفيريه بتهدر دم الشيعة والسنة والدروز والمسيحيين. بالواجهة لتعطيل المشاريع الأمريكية. لا مش مشاريع أمريكية، هذه هو بالواجهة كحركة ثورية بتساعد الناس لأنها تتحرر من أرضها، مثل ما يعني الجزائر. لا ما خص المشاريع الأمريكية بغض النظر أمريكي ولا صيني ولا إيراني أي حدا كان. أنا بأنه أمريكي هلا. أوكي. معناتها هني عم بيشوفوها من هالميلة لأنه ما بيشوفوا إلا مشاريع الآخرين. نحن بنشوفها من ميلة حركات تحرر ما بتقبل انه حدا يحتلها وما بتقبل انه حدا يظلمها. مثل ما بنشوف الجزائر من وقت اللي منظمة التحرير الفلسطينية برمت بها العالم ومن يدربها ما لقيت حدا يدربها، قامت الجزائر لأنها عندها خبرة بقتال المحتل الفرنسي دربت الجزائر. مثل ما وقت اللي نيلسون مانديلا جرب 19 سنة قاتل بالسلم ما قدر يوصل لنتيجة، برم بها العالم وين بده يتعلم، راح على الجزائر وتعلم القتال التسليحي العسكري، ووقت اللي راح حول حركته لعسكرية حرر جنوب أفريقيا. كذلك الأمر حركات المقاومة بالعالم بتساعد بعضها لأنها عم بتعاني من نفس العدو. هلأ بيكون العدو أمريكي بتسميه مشروع أمريكي، بتسميه مشروع فارسي، بتسميه شو ما بدك تسميه سميه. آخر شيء هود اللي عم بيدافعوا عن أرضهم معنيين إنه ندافعوا عن أرضهم. ما بيهمهم شو بتقول العالم. يعني أنا شو بيهمني كابن جنوب مقاومة عم تدافع عني، إجا قال لي عم تدافع ضد المشروع الأمريكي. إذا المشروع الأمريكي هو بيدعم إسرائيل يا خيي ضد المشروع الأمريكي، شو المشكلة؟ شو مستحي فيها يعني؟ نعم. هلا أي بلد بالعالم يدعم إسرائيل ضدي أنا ضده كمشروع. بس السؤال شو المشروع المقابل؟ بينحكى عن المشروع الإيراني صح؟ شو المشروع الإيراني؟ هات لنشوف أنا وياك.
المشروع الإيراني بلبنان ما في مشكلة، ما في مشكلة. المشروع الأمريكي بالمنطقة واضح، اجى على منطقة ما خصوا فيها، حط قواعد أمريكية عسكرية، جاب شركاته عم بمص دم ونفط المنطقة وغاز المنطقة. هذا المشروع الأمريكي واضح بده الشرح يعني. نعم صحيح. احتل أفغانستان واحتل العراق يلي هن بيبعدوا عنه آلاف الكيلومترات وما خصوا فيهم. طيب المشروع الإيراني شو هو؟ هات لنشوف. بلبنان إيران دعمت حركة مقاومة حررت حالها بال2000. شو طلبت بالمقابل؟ ولا شيء. دعمت حركة مقاومة عم تدافع عن أهلها وناسها بالوقت اللي الدولة اللبنانية 93 و96 و2006 و2024 ما حركت ساكن، وبال2026 سحبت جيشها. بفلسطين شو عملت إيران؟ دعمت حماس حركة المقاومة اللي بدأت تحرر أرضها، وحماس القوة السياسية اللي انتخبت بشكل ديمقراطي. يبقى بدك تحكي ديمقراطيا في غطاء، بدك تحكي شعبيا في غطاء. باليمن شو دعمت اليمن اللي عم بدافع عن أرضه ضد تحالف عم بيحاول يحتله. بالعراق شو دعمت الحشد الشعبي يلي دافع عن العراقيين سنة وشيعة وإيزديين ومسيحيين ضد حركة تكفيرية حتى الأمريكي بيقول عنها داعش إرهابية. هذا المشروع الإيراني. إذا هذا المشروع الإيراني، يا أهلا بالمشروع الإيراني. المشروع الإيراني عرض أنه يدعم الجيش اللبناني بالسلاح. أمريكا منعت الدولة اللبنانية أنه تستقبل سلاح من إيران. إذا المشروع الإيراني دعم الجيش اللبناني بالسلاح ليدافع عننا، والمشروع الأمريكي هو دعم إسرائيل للاعتداء علينا ومنع الجيش اللبناني من التسلح، أنا مع المشروع الإيراني. نعم. طيب هيدا المشروع اللي وصفته حاليا تقدم شو في غير هيك؟ هيدا المشروع تقدم على المشروع الأمريكي الإسرائيلي بعد ما كان متقدم خلال فترة تقريبا 3 سنين. طالما في مقاومة عم تقاتل عن أرضها، وطالما في أمريكا عم تدعم إسرائيل لا تقضي على هذه المقاومة ولم يقضى على هذه المقاومة، يعني المشروع الإيراني الذي يحمل على كاهله دعم حركات التحرر مش بس بالمنطقة بالعالم بمعزل عن دينها وطائفتها هو الذي يتقدم. طيب إذا بدنا نحكي عن الواقع الحالي، قلنا نحن إنه في مفاوضات، في تجاذب، في أمريكي بيتراجع، أمريكي بيتقدم، ما في ثقة بالمفاوض الأمريكي. يعني كل هيدا الكلام الإيراني كتير بيرددوه، بنحكي عن اتفاق بعد شوي بيتم التراجع عنه. حاليا نحن حنبقى ضمن هيدا الهامش إنه يكون في مفاوضات تراجع عنه، اتفاق تراجع عنه، اخر شيء نثبت على اتفاق ينهي هيدا الحرب، ام نحن حكما رايحين لجولة جديدة تخلي طرف يعني يحصل مكاسب اكثر ويقدر يحسم المفاوضات بطريقة اسرع من الواقع الحالي؟ خليني اقول شيء، عادة الامور يا بتنحسم بالسلاح يا بتنحسب بالمفاوضات. فيش حل ثالث. بس السلاح يعني ضغط. خلينا نجي نقول الامريكي مع إيران كان حاطط 3 أهداف فشل فيهم 3، وإجاه مشكلة جديدة إنه إيران سكرت مضيق هرمز. هذه ما كان عامل حسابها ولا الإيراني كان عامل حسابها. الإسرائيلي بلبنان خليني أخذها هيك بشكل متواضع إنه كان قايل بده إعادة سكان الشمال إلى الشمال، علما إنه هو بعد ما قتل السيد حسن بال2024 بلش يحكي عن تغيير وجه الشرق الأوسط وراح ضرب بقطر وتمدد بسوريا. معناتها الموضوع مش إعادة سكان الشمال إلى الشمال، بس خليني أعتمد ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. وين سكان الشمال هلأ؟ ما طلعوا، ما رجعوا. طيب بالمفاوضات هلأ اللي بيثبت هو اللي بيفرض إرادته. ليه؟ لأنه بالميدان العسكري اثنيناتهم بإخفاقات. يعني الأمريكي ما قدر يحقق أهدافه هنيك، يعني هو أخفق، والإسرائيلي ما قدر يحقق أهدافه عنا، يعني هو أخفق. طيب معناته اللي بيشد ركابه بالمفاوضات وبيستند للميدان هو اللي بتكون يده العليا. عندك دولة هون جردت حالها من كل شيء قبل ما تروح أصلا. يعني سلسلة التنازلات اللي صارت ما بتبشر بالخير. يعني اجوا قالوا حصرية السلاح، أول شيء كان في اتفاق انتخب على أساسه رئيس الجمهورية، وخليه يطلع يقول لا. بالجلسة اللي صارت بين جلستي الانتخاب مع الثنائي كان الحكي انه سلاح المقاومة ما حدا بيقرب صوبه الا ضمن استراتيجية امن وطني. وما بينفتح اصلا هذا الملف الا وقت اللي بيصير وقف للعدوان وانسحاب اسرائيلي واعادة اعمار وعودة السكان وعودة الاسرى.
بيقوم هو بزايد بالجلسة، وأنا مسؤول عن كلامي، بيقول لهم هذا الموضوع مش رح ينفتح أصلا موضوع سلاح حتى قبل الانتخابات النيابية. وهو كان عم بيصرح هودي ال5 نقاط انه قبل ما نعمل بهول 5 نقاط عشو بدنا نفاوض الاسرائيلي، ما نحن ما عندنا اسرى له ما طبعا شو عدا ما بدا، يا اما كنت عم تحكي صح وهلا غلطت، يا اما كنت مغلط وهلا عم تحكي صح. يعني انت طلعت رئيس جمهورية بناء على غلطة، مزبوط ولا لا؟ خدعت المقاومة فيها؟ لا ما خدعت المقاومة، بالعكس المقاومة بتعتبر اللي بتتفق معه كلمته بتربطه. فيش داعي نقول اكثر من هيك. طيب حاليا بدنا نختمها. الواقع الحالي بعد قدام يعني فينا نقول بيئة المقاومة وين ما كانت، خاصة اللي تركت بيوتها واللي عم تقدم تضحيات، بعد قدامها وقت طويل. المقاومة بعد قدامها وقت طويل لتحقق اللي بدها اياه. الموضوع اكيد حيكون في ربط لبنان بالاقليم بشكل اكيد، يعني بمعنى المحور اللي بينتصر بعيد التوازن للبنان او بعيد يعني بكل طرف لوضعيته الطبيعية. يعني كيف المشهد المقبل اللي احنا رايحين عليه ان كنا بنهاية الحرب وعلى مشارف او بداية ما بعد الاعلان عن وقف اطلاق نار، اذا صار بوقت قريب او اخذ وقت؟ لكن واضح انه ما في حدا من الطرفين هلا بالحد الادنى امريكا وايران قادر يحسم. بس مفاعيل المفاوضات بترجح من هو اللي ظهر اضعف، وبالتالي بتكرس من هو اللي بيقدر يتحرك اكثر بالاقليم. اللي واضح لهلا انه الامريكي فشل عسكريا والاسرائيلي فشل عسكريا. بيبقى هلا قد بيقدروا يصمدوا متصلبين برايهم. انا تقديري مش كتير، يعني اخر شيء ترامب محشور بكذا استحقاق. يعني اول شيء بالاستحقاق الميداني، شغله تانية انه اخر شيء هو مستنزف عسكريا، شغله تانية بالضغط الدولي موضوع مضيق هرمز، لانه اخر شيء الايراني عم بيقول شو انا سكرت مضيق هرمز، هو اجى عمل حرب طويله عريضه من خارج القانون الدولي. وبالتالي المضيق يجب ان يخضع بحاله الحرب لاجراءات معينه، اللي بده يمرق يشرف يمرق، بس بده ينسق معنا، هني ما سكروا المضيق. طيب هذه مشكله ثانيه. مشكله ثالثه، هلا جاي مونديال، شو بده يعمل بعد 20 يوم مونديال تقريبا؟ بهذه الطريقه اذا عم يتصاعد سعر الطاقة بالعالم، أو إذا بده يروح لحرب، بالحالتين مشكلة. شغلة رابعة، عنده انتخابات نصفية. شو الإنجازات اللي بده يروح يقدمها للشعب الأمريكي هلأ؟ غلالهم البنزين، غلالهم السلع، فات بحرب من خارج القانون الدولي. قادر يطلع بمخرج من الحرب؟ هو إذا قصد قادر. طبعا قادر. في يجي يقول هو واحدة من السيناريوهات، يعني هي في 4 سيناريوهات. سيناريو انه يرجع للعملية العسكرية، هذا مكلف وغير مضمون. السيناريو الثاني انه يروح لاتفاق، كمان هذا مكلف لانه الايراني مش ناوي يتراجع. السيناريو الثالث انه ينسحب، يقول انا قتلت القيادة كلها وراح النظام، وما عاد عندهم مصانع بالستية، وما عاد عندهم ما يعتبر تأخر هالخطوة؟ لا، هذه بضل اخر لحظه في اذا بده يعدد منجزاته بهالحرب، يعني اذا بده يعدد منجزاته بهالحرب في اولى اذا بده يفل. يعني هي يا اما كنا عم نقول انه يرجع يستأنف الحرب، يا اما يروح لاتفاق، يا اما ينسحب من طرف واحد، يا اما يضل عايش حاله الاستنزاف. هي حاله الاستنزاف ما في يضل عايشها، مسألة عض اصابع. بيقدر ينسحب من طرف واحد. ما باليمن عملها، بس هون في مضيق هرمز، وبحرب 12 يوم عملها. ما هو كمان جوابه حاضر، ما قالوا قبل بمره، قال نحن ما عندنا نفط بيجي من مضيق هرمز، اللي عنده نفط يروح يفتحه. مش قال هيك من شهر؟ يعني ما عليه رباط، ما له كلمه. اي سيناريو الاخطر؟ الاخطر هو ان تعود الحرب، لانه اذا رجعت الحرب ليقدر يقدم شيء اضافه بده يضرب منشآت حيويه. ايران رح ترجع تضرب منشآت حيويه بمنطقه الخليج، رح تعتم المنطقه كلها. يعني حتكون أعنف من الجولة السابقة. هلا مش بالضرورة بالعنف، رح يكون نتائجها أصعب. إلا إذا حب يضرب هيك ضربة شكلية وينسحب، ساعتها بيقطعوا له إياها يمكن هن، طالما بده ينسحب، لأنه طبعا بيردوا، مش إنه ما بيردوا.
بس انه يعني بيردوا بما يتناسب. لكن بانتظار الامور رايحه باي اتجاه، واضح انها مفتوحه على كل الاحتمالات. ممكن يكون في اتفاق قريب وممكن يكون اتفاق بعيد. كل الخيارات مفتوحه، كل الخيارات ما حدا بيقدر مفتوحة. يتنبأ. نعم. الكاتب والباحث السياسي دكتور وسام نصيف ياسين، شكرا كثير. شكرا لحضرتك وللمشاهدين والمستمعين الكرام. اهلا وسهلا فيك. الشكر موصول لكم مستمعينا. نلتقي بعد قليل مع ضيف جديد في هذه التغطية.